أنا مش بتاعت الكلام ده، أنا كنت طول عمري جامدة، والمرة دي إيه جرالي؟ أنا ليه مسلمالك؟ انت ازاي ملكت حالي خلتني مشتاقلك؟ أنا واحدة غيري، ده مش تفكيري هتغير من النهاردة. قعدت في أوضة النوم قدام المراية وبدندن مع نفسي. بصيت على قميص النوم الخفيف اللي لسه طالع من علبته. تسلم ايدي واختياراتي، لبس عرايس بقى بحق وحقيقي. كنت بحط مكياج رقيق ومناسب للسهرة والبيت، أصل النهاردة يا دوب تاني يوم جواز ليا، يعني عروسة بقى وانتوا فاهمين. سمعت صوت باب الأوضة ولاحظت أحمد دخل عليا. حطيت وشي في المراية وعملت مكسوفة. لقيته بيقرب مني وبيقول: ايه اللي انت عاملاه في وشك ده؟ يعمل المكياج في الوش العكر. طول عمري عارفة ان الكلام ممكن يوجع، لكن أول مرة أعرف ان الكلام ممكن يشل أي حد. ما قدرتش أرد وبصيت ناحيته وأنا مش متصورة ازاي بيقولي كده. ويا ريته بطل كلام، ده كمل قتل فيا بسكينة تلمة وقال: هو انت بجد فاكرة نفسك حلوة؟ هو انت ما كنتيش تعرفي ستات؟ ما كنتش بتشوفي بنات فوق نفسك؟ بصعوبة قدرت أقف ولفيت ناحيته وقلت له: انت بتقول يا أحمد؟ انت واعي اللي بتقوله؟ في إنسان طبيعي يقول لمراته كده حتى لو هزار؟ صدمني كلامه لما قال: ومن قالك اني بهزر؟ انا قصد كل كلمة، لازم تفوقي بقى. صرخت فيه وصوتي مش قادر يطلع من دموعي، ولقيتني بقوله: طب اتجوزتني ليه لما انا وشي هاكل ومش زي البنات والستات؟ خطبتني ليه؟ كنت مستعجل على الجواز ليه؟ طب بلاش ده وده، كلامك ليه امبارح راح فين؟ الفرح ورقصك امبارح، ده انت كنت طاير وسط المعازيم. طب بس فهمني، اللي حصل ما بيننا امبارح ده ايه؟ والدخلة كل ده كان ايه وليه؟ ضحك ضحكة مستفزة قوي وقال: كان لازم عشان اهلك ومامتك يصدقوا. رمى الكلمة دي واخد المخدة من على السرير وخد البطانية وخرج من الأوضة. ودي آخر حاجة شفتها قبل ما أقع من طولي ويغمى عليا من الصدمة اللي أنا فيها. ولما صحيت لقيت نفسي على السرير بتاعي في الأوضة. واضح طبعا إن أحمد حطني على السرير وكان نايم جنبي. عقلي مش قادر يستوعب اللي حصل ليلة امبارح، مش قادرة أتنفس والدموع حجارة في عيوني. فجأة سمعت صوت باب الأوضة. غمضت عيوني وعملت نايمة مش قادرة أشوف وشه، لكن صوته كان عالي. أحمد دخل الأوضة يغني قصادي وبيسمعني صوته، ولقيته بيقول: انت ياللي خدت قلبي من زمان ومن اللي فيه، خدت قلبي لدنيا تانية أحلى من اللي حلمت بيه، أحلى عمر أنا عشته جنبك والحنان عندك كتير. هو فيه كده زي قلبك لسه في الدنيا خير؟ وفضل يكمل الأغنية وهو بيحاول يصحيني. دي الأغنية بتاعتنا واللي رقصنا عليها سلوف الفرح. هو في ايه بالظبط؟ فتحت عيوني ولقيته مبتسم ونظرات حنان جوه عيونه. قاعد قصادي وجايب الفطار لحد السرير، ولقيته بيقول لي: صباح السعادة على أحلى عروسة في الدنيا كلها. لازم نتعود بقى على الصحيان بدري، الحياة فيها شغل مش كلها عسل كده. يلا قومي يا كسلانة عشان نفطر. حاولت أرفع نفسي من على السرير وقلت له: انت بتقول ايه؟ أحلى عروسة؟ انت ناسي انت قلت عليا امبارح؟ بص عليا بدهشة وقال: انا امبارح ده كان احلى ليلة في حياتي كلها يا حبيبتي. بصيت بغضب وقلت: انت قلت عليا وش عكر، انت جرحتني في انوثتي وقتلت كبريائي. رد بسرعة وقال: انا؟ انت بتقولي ايه يا ملك؟ انا مستحيل اعمل حاجة زي كده. انت مش عارفة انا بحبك قد ايه؟ كل ده عشان ظروفي ما سمحتش نقضي شهر عسل بره. رديت بسرعة وقلت له: انت هتستهبل يا احمد،
انت امبارح شتمتني وهنت كرامتي وطلعت تنام بره. احمد بص في عيوني بدهشة وقال: انا نمت جنبك يا ملك، ده حتى امبارح كنا مع بعض لوش الفجر. انت اكيد تعبانة او حلمتي بكابوس. نظرات عيونه وطريقته في الكلام بتقول انه بيتكلم جد. معقولة كل اللي شفته ده كابوس؟ طب ازاي؟ انا فاكرة كويس كل حاجة وكل حرف. وبصيت على هدومي، انا مش بحلم، لابسة نفس القميص اللي خرجته من علبته امبارح. هو معقول يكون بيجيلي تهيؤات؟ ما قدرتش اقوله غير: انت بتتكلم جد يا احمد؟ طب ايه اللي حصل امبارح؟ لقيت احمد مبتسم وقال: هو اللي حصل ممكن يتحكي برضه. حسيت الارض بتلف بيا وطلبت ان اقوم من على السرير، لكن احمد رفض ان اقوم قبل ما افطر معاه. كان بيعاملني بحب حقيقي، كان بيحط اللقمة ببقي، ونظراته كلها غزل وعشق وهيام. فعلا اكلت ودخلت الحمام. معقول كل اللي سمعته وحسيته امبارح ده وهم وممكن يكون حلم؟ اخدت شاور واتوضيت وصليت، واحمد بره قصاد التلفزيون. سمعت صوت الاغاني. خرجت من الاوضه، قلت لازم ادخل اغسل الاطباق مكان الفطار. ومفيش دقايق وفعلا بدات احضر الاكل للغدا. طلعت اسال احمد يحب يتغدى ايه، واول ما سالته لقيته بيبص عليا وقال: انتي تحبي تاكلي ايه؟ قلت ببساطه: انت عارف اني بحب لحم الطيور، وفي عندنا بقى الديك الرومي بتاع العشاء، انا ممكن اسخنه واعمل معاه شويه رقاق. ولسه هكمل كلامي لقيته قال: انا عايز اكل سمك. الكلام وقف في زوري، ولقيتني بقوله: سمك؟ انت مش بتحب السمك اصلا؟ وبعدين هجيب منين سمك دلوقتي؟ لقيته نط بسرعه وقال: فرصه انزل من الحبس ده واشتري سمك. قلت له بعصبيه: استنى هنا يا احمد. فرصه ايه؟ رد بسرعه وقال: فرصه ابعد عن وشك يا بومه. وقبل ما اقول كلمه كان دخل الاوضه ولبس وخرج، وانا واقفه متنحه مكاني. وفعلا فتح الباب ولسه هيخرج، صرخت فيه وقلت له: انت بتقول ايه؟ مين دي اللي بومه؟ لف ناحيتي وقال: هو في حد تاني غيرك هنا؟ رديت بعصبيه وقلت: انا مش هسمح لك تقول عليا كده. وقبل ما اكمل اعتراضي لقيت احمد رجع وبكف ايده نزل على وشي. حرفيا خلاني اشوف النجوم في عز الظهر على حق. والقلم الاول نزل ورا التاني ووراهم التالت، وسمعت منه شتيمة أول مرة أسمعها في حياتي. والكلام اللي خرج منه ما أقدرش أقوله فعلا، بس كل اللي فاكراه إنه قال لي: مين ده اللي ما تسمح لهوش؟ انت نسيتي نفسك يا عرة البنات. وللمرة التانية ما شوفش حاجة قصادي. ده أكيد مش حلم ولا كابوس، اللي حصل ده حقيقة. فتحت عيوني ولقيت نفسي على السرير في الأوضة. عقلي مش قادر يستوعب اللي حصل، جسمي مكسر من الضرب. فجأة سمعت صوت أحمد العالي دخل الأوضة وبيغني وبيقول: عمري ما انسى قبلك كنت في ايه، ومعاك بقيت انا ايه. قعدت على السرير ببص عليه جامد وعقلي هيطير. لقيته بيقرب مني وهو شايل صينية أكل، ولقيته بيقول: يلا قومي يا حبي عشان نتغدى. أنا مش عاوزك تتعودي على الدلع ده، أنا عايزة أدوق أكل من إيد مراتي بقى، مش متجوز عشان أعمل أنا الفطار والغدا كمان. قلت له بكل هدوء: أحمد، أنت بتعمل كده ليه؟ بصلي باستغراب وقال: عشان بحبك طبعا يا حبيبتي. بصي بقى، أنا سخنت الديك الرومي الباقي من عشا امبارح. قاطعت كلامه وانفجرت فيه بصوت عالي وأنا بحاول أكون جامدة ومتماسكة. ولقيتني بقوله: أنت مجنون، أنا مش بتكلم على الأكل. أنت ضربتني وكنت هتموتني في إيدك. أنا متأكدة دلوقتي إنك شتمتني امبارح وإنها ما كانتش تهيؤات. أنا واثقة إنك ضربتني وبهدلتني، وعلامات الضرب أهي على وشي وجسمي. هتقولي إيه المرة دي؟ كنا بنلعب عريس وعروسة ودي علامات الحب؟ بصيت في عيونه جامد وكنت جد في كل كلمة. ما ردش عليا، وكانت في علامات تردد وخوف وقلق على وشه. بعد لحظة قلت له:
أرجوك فهمني يا أحمد، قولي كل حاجة وأنا جنبك وهتفهم، وإلا والله مش هقعد في البيت ده ولا ثانية واحدة. كنت بقول الكلام ده وأنا خايفة إنه يتحول تاني، كنت مرعوبة من حقيقة الإنسان اللي اتجوزته. وأخيرا لقيت أحمد رمى نفسه في حضني وقعد يعيط ويقول: والله مش أنا يا ملك، ده حمادة. حمادة هو اللي بيعمل كده. أنا هقولك كل حاجة. فضلت مبلمة زي الحمارة وأنا بسمع حكاية جوزي أحمد اللي كان حمادة. والحكاية بدأت من 10 سنين تقريبا، لما ماتت أم أحمد بسبب إن مكوة تقيلة وقعت على راسها. وقتها أحمد كان بره البيت واتصدم صدمة عمره لما رجع وعرف خبر موتها. وبعد سنة واحدة أبوه اتجوز من واحدة تانية اسمها أمل. كانت ست طيبة جدا وكان عندها مشكلة ومش بتخلف، وعلى الرغم من إنها مرات أب لكنها كانت بتعامل أحمد معاملة طيبة جدا. وبعد سنتين هربت أمل من البيت ورفعت قضية على أبوه، وفي المحكمة أمل كانت مبطوحة وإيديها مكسورة. قالت إن أبوه هو السبب وبدأت تحكي كل حاجة. حكت عن شخصية أبوه العنيفة وطول لسانه، وقالت إن شخصيته بتتغير بسرعة وكأنها عايشة مع اتنين. كانت أمل بتحكي تصرفات مش معقولة، وفضلت تقول إن حياتها في خطر وإن والده ممكن يقتلها في نوبة غضب. أحمد كان عارف إن أبوه عصبي شويتين، بس برضه متأكد إنه طيب وحنين، عشان كده كان فاكر إن مرات أبوه بتبالغ. لكن بعد ما تم الكشف على أبوه اتضح إن أبوه فعلا مريض فصام. والأول مرة بدأ أحمد يفتكر أمه وعلامات الضرب اللي كانت بتخبيها. افتكر الأصوات اللي كان بيسمعها وهو نايم بالليل. افتكر تصرفات كتير غريبة لأبوه عمره ما فهمها غير دلوقتي. وافتكر عياط أمه وحزنها طول الوقت. وفضل أحمد يفكر إن ممكن تكون مامته ماتت بسبب أبوه، وإنه موتها في نوبة غضب، وممكن ما تكونش ماتت موتة طبيعية ولا حاجة. ومن وقتها دخل أحمد في نوبة اكتئاب حادة، والموضوع بدأ يتحول تدريجيا. وظهر حمادة، شخصية مستهترة دايما غضبان. في الأول أحمد ما كانش بيحس بنفسه ولا بالتحول اللي بيحصل له ده خالص، وبدأ أقرب الناس ليه يلاحظوا تغييره وياخدوا بالهم من تصرفاته الغريبة المتناقضة. ولما قالوا له واجهوه، أحمد ما سكتش على نفسه نهائي. كان خايف يتحول لنسخة من أبوه، وبدأ فورا في العلاج. وكانت رحلة طويلة، 7 سنين وأحمد بيحاول العلاج ولسه مستمر. وشافني وحبني وقرر يكمل حياته معايا، وخاف من الرفض لو عرفت حالته الحقيقية، خصوصا إن حمادة كان اختفى تماما مع العلاج، وافتكر إن كده خلاص اتعافى بشكل كامل. بس مع أول ليلة جواز ظهر له تاني ومش عارف إيه السبب. بس الواضح إن أحمد لسه مريض وهيحتاج يكمل علاج ويتابع مع الدكتور بتاعه. دلوقتي أنا مش عارفة أعمل إيه. أنا بعتلكم قصتي وأنا فعلا مش عارفة أعمل إيه. أنا حبيت أحمد الرقيق الشهم الجنتل ولسه بحبه، بس مرضه محتاج علاج طويل ويمكن يفضل لمدى الحياة. ممكن العلاج يساعده يسيطر على الأعراض، لكن مفيش علاج كامل أو نهائي. عشان كده لو أنتم مكاني هتعملوا إيه؟ قولولي رأيكم بكل أمانة، أرجوكم ساعدوني.